كشفت شركة التعديل سكالدارسي قبل عدة ساعات عن سيارة معدلة تحمل اسم إمبرور وتعني الإمبراطور بالعربية، تم تعديلها عن سيارة مرسيدس مايباخ S600 السيارة التي سبق أن اختبرها زميلنا كريم ديب في برنامج تجربة قيادة. وجاء المظهر الجديد شرسا للغاية يجذب الأنظار، ولكن من الوهلة الأولى يصعب التصديق أن هذه السيارة تندرج تحت فئة اس كلاس أو حتى مرسيدس، فقد تم تعديل الواجهة الأمامية بالكامل، وزودت السيارة بشبك أمامي جديد كبير الحجم يتوسطه شعار شركة سكالدارسي، هذا بالإضافة إلى غطاء محرك جديد وصادم جديد مع مصابيح ضباب من نوع LED. وتتميز هذه السيارة المعدلة بلمسات من الكروم الذهبي المحمر بدلا من الكروم الفضي الأساسي على سيارة مايباخ S600 ليغطي الشبك الأمامي ويزين جوانب السيارة والإطارات الضخمة قياس 22 إنش ويصل حتى مخارج العادم. وبالطبع فقد امتدت التعديلات إلى المقصورة الداخلية التي تم فرشها بتشكيلة من الجلود الطبيعية والصناعية عالية الجودة مع لمسات من الكروم الذهبي المحمر الذي يتجانس مع هوية السيارة من الخارج، هذا بالإضافة إلى تزيينات من الذهب الخالص عيار 24 قيراط. وأخيرا اعتمدت سيارة الإمبراطور على محرك V12 سعة 6.2 لتر من تعديل شركة برابوس ليولد قوة 888 حصان بدلا من 530 حصان المتوفرة بالسيارة بشكل أساسي. ويبدأ سعر السيارة من $1,500,000 أو ما يعادل 5,600,000 ريال سعودي، وسيصنع منها 10 نسخ على مستوى العالم. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للاطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي.